ياما الحواديت والأمثال بتدور حوالينا، بس في أمثال وراها حكايات أغرب من الخيال. يعني تفتكروا مثل زي بينهم ما صنع الحداد. المثل ده من الأمثال المشهورة اللي الناس دايما بترددها، وبيتقال دايما وقت الخلافات الكبيرة بين الناس، أو لما تكون في عداوة أو مشاكل خلت العلاقات تتوتر والمسافات تبعد، فيقولوا بينهم ما صنع الحداد. بس المثل ده وراه حكاية قديمة حصلت مع رجل عربي ومراته اللي كان لسانها طويل. بس قبل ما نعرف كل الحكاية من أولها لآخرها، يلا نذكر الله ونصلي على الرسول. كان يا مكان أيام زمان، كان في رجل عربي اتجوز واحدة كانت سليطة اللسان، يعني ست كلامها جارح وما بتسكتش أبدا. حياته معاها كانت عذاب، مشاكل كل يوم وصداع ملوش آخر. مش معاه هو وبس، لأ ده كمان كانت بتتخانق مع كل حد في القرية. والرجل المسكين ده لقى نفسه كل يوم بيتحشر في نص خناقة بسبب تصرفات زوجته، وسمعته بقت على كل لسان. وفي يوم زوجته دي عملت خناقة كبيرة جدا مع أهل البلد، وساعتها هو فقد أعصابه، فضل يتخانق معاها خناقة ملهاش أول من آخر. وهو طالع من الخيمة قال لها وهو بينفجر من الغاز: روحي، أنا بيني وبينك ما صنع الحداد. وخرج وسابها وهو غضبان. هي وقفت محتارة، هو إيه ده اللي صنعه الحداد؟ فقعدت تفكر وتحذر، بس برضو ما فهمتش قصده إيه. فلما رجع للخيمة سألته، بس هو مردش عليها، وطلع من الشنطة اللي كانت معاه قرص حديد وحط جنبه عصاية وسابها متلخبطة أكتر وأكتر. بعدين الرجل ده نادى على ابنه وقال له: بص يا ابني، خد العصاية دي وافضل خبط على القرص الحديد ده بالعصاية لحد لما ارجع لك تاني. وبالفعل الولد ده مسك العصاية وفضل يضرب على قرص الحديد، وكل الضرب ده وسط حيرة أمه اللي مش فاهمة ايه اللي بيحصل بالظبط. الرجل ده خرج من الخيمة وفضل يمشي ويمشي، وكل ما بيبعد صوت الحديد كان بيقل لحد لما الصوت اختفى تماما. وساعتها الرجل ده قرر انه ينصب في المكان ده خيمته الجديدة، وقال: خلاص انا هعيش هنا بعيد عن لسانها وبعيد عن مشاكلها. ومن هنا طلع المثل: بينهم ما صنع الحداد، يعني في بينهم عداوة ومسافة، نفس المسافة اللي بينه وبين صوت الحديد اللي ابنه فضل يضرب عليه. بس الناس مع الوقت بدأوا انهم يقولوا المثل غلط، فبقينا بنسمع بينهم مصانع الحداد، والصح هو بينهم ما صنع الحداد. يعني الحاجة اللي اتصنعت في لحظة غضب خلت الراجل يهرب من بيته ومراته والدوشة كلها. وانتوا بقى لو حصل بينكم وبين اي حد خلاف افتكروا المثل ده، بس ما توصلوهاش انكم تنصبوا خيمة بعيد. في النهاية الكلمة بتفرق، والحداد ساعات بيصنع حديد وساعات بيصنع مسافات.